اللي بيبيع والسوق طالع ويشتري والسوق نازل أحسن من اللي مخزن أي سلعة. الجنيه المتداول أحسن من الجنيه اللي متخزن ببضاعة، ولو هيزيد حتى 3 أو 5 جنيه. بس يا ريت تستنى الوقت المناسب وتبيع، وتستنى برضو الوقت المناسب وتشتري. يعني أقدر أقولك إن اللي هيمسك في بضاعته ويقفش فيها هيخسر الأيام دي، واللي هيشتغل على وش السوق هيكسب الضعف كل مرة هيبيع فيها ويشتري فيها، غير بركة العمل والتعب والسعي. السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. قناة الزراعة الحديثة قناة بتعرض أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وبنتكلم عن أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وفول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي، وأسعار السمسم والفاصوليا واللوبيا والكراوية، ومجموعة كبيرة من أسعار المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. لو عايز تعرف كل ده وأكتر اشترك معانا في القناة عن طريق الضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك تقرير يومي بأسعار الرز الشعير وأسعار جميع المحاصيل الزراعية. حالة من عدم الاستقرار في سوق الرز الشعير، أسعار متفاوتة ومختلفة، عرض قليل من الرز الشعير في السوق مع وجود طلب قليل على الرز الأبيض. مع ارتفاع أسعار المخلفات المفروض الأسعار ترتفع، لكن في ثبات في أسعار الرز النهاردة لأن الطلب قليل على الرز الأبيض. بتتفاوت أسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب من 17,000 جنيه ل 17,300 جنيه، أما الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب من 15,700 جنيه ل 16,000 جنيه للطن. الأسعار بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر، طبعا على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل وهامش ربح التاجر. أما بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، متوسط سعر الطن من 27,800 جنيه ل 28,000 جنيه، شكرة كمبيوتر مخدومة كويس من المضرب. والرز الأبيض الرفيع متوسط سعر الطن من 24,600 جنيه ل 24,800 جنيه للطن. أما أسعار المخلفات السرس المطحون من 1,500 جنيه ل 1,600 جنيه، وكسر الرز الناعم من 13,000 جنيه ل 13,200 جنيه، وسعر الكونة من 11,000 جنيه ل 11,200 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الفاصوليا، متوسط سعر طن الفاصوليا من 49,000 ل 51,000 جنيه للطن، وتسليم للمحطات من 52,000 ل 53,000 جنيه للطن، بس هتضطر تصبر على فلوسك شوية. بالنسبة لأسعار الذرة، متوسط سعر طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي من أرض المينا 13,300 جنيه، والذرة الأوكراني 12,700 جنيه، والذرة الأبيض المحلي 13,300، والأصفر المحلي ب 13,200 جنيه، ومتوسط سعر طن السمسم الأبيض 80,000 جنيه للطن، وديل الجمل 86,000 جنيه، متوسط سعر طن الكراوية من 43,000 ل 43,500 جنيه للطن. وصلنا لنهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.